أبنائي بناتي طلاب الصف الأول إعدادي، إن شاء الله النهاردة هناخد درس عوامل تشكيل سطح الأرض. تعالوا نشوف إيه هي العوامل اللي شكلت سطح الأرض. سطح الأرض سبحانه وتعالى لما خلقها جعلها مستقر للإنسان، وجعل فيها التنوع والاختلاف والتكامل هو أساس الحياة على سطح الأرض. لكن سطحها ما هوش مستوي، بتظهر فيه أراضي مرتفعة وأراضي مستوية وأخرى منخفضة. المرتفعات دي إيه؟ هي الأجزاء اللي بتعلو فوق مستوى سطح البحر زي الجبال والهضاب والتلال. أما المنخفضات دي الأراضي المنخفضة انخفاض واضح عن الجهات المحيطة بيها. تعالوا نشوف خريطة العالم الطبيعي. شايفين اللون البني ده؟ معناه ان هي شديدة الارتفاع زي جبال الهيمالايا اللي في قارة اسيا، وجبال الانديز اللي في قارة امريكا الجنوبية، وجبال روكي اللي في قارة امريكا الشمالية. متوسطة الارتفاع اللي هي اللون الاصفر الباهت ده زي جبال والهضاب اللي هي منخفضة الارتفاع. اما اللون الاخضر ده هي قليلة الارتفاع اللي هي الاراضي المنبسطة المسطحة تقريبا مستوية السطح، زي ما احنا شايفين كده موجودة في معظم قارات العالم كله. طيب اشكال السطح دي عبارة عن ايه؟ قال لي جبال وهضاب وتلال واودية وسهول. الجبال هي ايه؟ هي اراضي مرتفعة من سطح الارض لها قمة يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، مثل جبال الألب في اوروبا، جبال الهيمالايا في اسيا، وجبال الانديز في قارة امريكا الجنوبية. شايفين الجبال من شدة الارتفاع تحس كأنها لازقة في السحاب، الى جانب من شدة الارتفاع بتؤدي لتكون الجليد فوق القمم الجبلية. نيجي للهضاب. دي مناطق موسعة من الأرض مستوية أو شبه مستوية، بترتفع عما جاورها وتنحدر من الجانبين، وبتشبه في شكلها شكل المائدة، وبيزيد ارتفاعها عن 500 متر بس بتقل عن 1000 متر، لأنها لو وصلت 1000 بتتحول من الهضبة للجبل. طيب أمثلة الهضاب زي هضبة الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، وهضبة أثيوبيا في شرق أفريقيا، وهضبة التبت في قارة آسيا اللي بيطلق عليها سقف العالم. نيجي للتلال. هي عبارة عن أجزاء مرتفعة من سطح الأرض بتشبه الجبل، وبيقل ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر، زي ما احنا شايفين التلال الموجودة في قارة آسيا في دولة الفلبين بيشبه الجبل، بس هو في الارتفاع أقل من الجبل. رابعا السهول. السهول دي عبارة عن أرض منبسطة من سطح الأرض لا يرتفع مستواها عن 500 متر عن مستوى سطح البحر، والسهول دي في منها سهول فيضية وسهول ساحلية. السهول الفيضية اللي بتبقى حوالين مجاري الأنهار زي ما احنا شايفين في الصورة كده. السهول الساحلية اللي بتبقى على سواحل البحار والمحيطات زي اللي احنا شايفينها في الصورة. طيب تعالوا نتكلم عن الأودية. الأودية دي أراضي منخفضة مستطيلة وضيقة تحف بها المرتفعات من الجانبين، زي وادي أودية الأنهار اللي بتجري في بعض الدول زي وادي نهر النيل في مصر والسودان. طيب ايه النتائج المترتبة على تنوع التضاريس؟ تنوع المناخ والنبات والحيوان، تؤثر على النشاط البشري للإنسان. السهول بتعتبر أكثر مناطق ملائمة للنشاط البشري عكس الجبال، لأنها منبسطة مسطحة يسهل التحرك عليها ويسهل زراعتها. أما الجبال بتبقى مناطق وعرة شديدة الارتفاع يصعب استغلالها في الزراعة، إلى جانب أن الكثافة السكانية بتبقى مرتفعة جدا وبترتبط بمناطق السهول، خاصة السهول الغنية بالموارد الاقتصادية اللي بيبقى فيها مياه، فيها تربة خصبة وفيها أمطار. طيب عوامل تشكيل سطح الأرض إيه؟ قال لي في عوامل باطنية وعوامل خارجية. الباطنية زي إيه؟ قال لي الحركات البطيئة زي الحركات الانكسارية والالتوائية،
الحركات السريعة زي الزلازل والبراكين. اما العوامل الخارجية اللي هي من فوق سطح الارض في 3 عوامل: التعرية المائية والتعرية الهوائية والتعرية الجليدية. طيب لما يقول لي ما هي العوامل التي تشكل سطح الارض، اقول له العوامل الباطنية من باطن الارض زي الحركات الانكسارية والالتوائية والزلازل والبراكين. الخارجية اللي هي من فوق سطح الارض زي الرياح والمياه والجليد والتجوية والامواج. طيب اما نيجي نتكلم عن العوامل الباطنية، اولها الحركات السريعة زي الزلازل والبراكين. يعني ايه الزلزال؟ هو هزات سريعة متلاحقة متتابعة بتحدث في اجزاء معينة من القشرة الارضية، بتكون احيانا قوية مدمرة واحيانا ضعيفة غير محسوسة ليس لها اي تأثير. طيب الزلازل ازاي بتأثر في تشكيل سطح الارض؟ اولا بتسبب في تصدع القشرة الارضية وتشققها، بتنخفض بعض الاجزاء من الارض فيغمرها البحر، وترتفع بعض الاجزاء الاخرى اللي كان بتغطيها مياه البحر فتنحسر عنها المياه. تعالوا نشوف فيديو عن الزلازل ونشوف ايه اللي بيحصل اثناء حدوث الزلزال. بص كده معايا هنا، شايفين الهزات الارضيه بتعمل ايه؟ بتهد لما بتكون شديده ومدمره، ممكن تهد اماكن وتوقع القطر من على القضبان. ممكن كمان تتسبب في تشقق الطريق والارض زي ما احنا شايفين كده. شوفوا الزلزال بيعمل ايه، بيهد الاماكن، يوقع البيوت، وممكن يوقع الكباري ويكسرها زي ما احنا شايفين في الفيديو كده يا ولاد. دي اثار الزلازل اللي ممكن تحصل، شايفين؟ دي اثار الزلزال. يبقى هنا من اثار الزلزال عندنا تشقق الارض، انكسار الصخور، تهدم المنازل وتشقق الطرقات. كل دي اثار مدمرة بتحدث لو كان الزلزال زلزال قوي. طيب ده بالنسبة للزلازل. ودي احنا شايفين الطريق مشقوق ازاي، وادي البيوت متهدمة اهي بسبب قوة الزلزال. طيب نيجي للنوع التاني هو البراكين. يعني ايه البركان؟ قال لي هو فتحة في القشرة الارضية بتندفع منها وقت الثوران مواد منصهرة وابخرة وغازات سامة ورماد بتسمى باللافا. طيب ازاي بيؤثر البركان في تكوين الارض؟ قال لي لما بيثور البركان بسبب خروج الصخور المنصهرة من باطن الارض والغازات الى الفوهة، بتبرد وتتكون مجونة جبل مرتفع مخروطي الشكل زي ما احنا شايفين كده ثورة البركان عاملة ازاي. طيب ازاي بيتغير البراكين من سطح الارض؟ قال لي ممكن تنشأ عنها جزر بركانية زي جزر هاواي في المحيط الهادي زي ما احنا شايفين كده، جزيرة في عرض البحر. 2 الجبال المخروطية زي جبل كانيا في قارة افريقيا. الهضاب البركانية زي هضبتي اليمن واثيوبيا، اليمن في اسيا واثيوبيا في افريقيا. ده بالنسبة للزلازل والبراكين. طب تعالوا نشوف بقية العوامل الاخرى. في الحركات البطيئة، دي البطيئة الباطنية زي ايه؟ الالتواءات والانكسارات اللي بتشكل سطح الارض، ودي اللي بتؤدي لتكون القارات والسلاسل الجبلية العملاقة. شايفين ده اهو، ده الانكسار. الانكسار بيؤدي ليه؟ لهبوط بعض الاجزاء وارتفاع بعض الاجزاء بيكون الجبال والسلاسل الجبلية. اما حركات الالتواء هي طي والتواء في القشرة الارضية بيؤدي لارتفاع بعض الاجزاء وانخفاض بعض الاجزاء الاخرى. دي حركات التوائية زي ما احنا شايفين اهو. ودي الحركات الانكسارية، اجزاء بتهبط اجزاء بترتفع، ده اللي بيؤدي لتكون القارات والسلاسل الجبلية. طيب العوامل الخارجية السطحية زي ايه؟ اقول له المياه. طب لما يجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر المياه تعتبر من عوامل تشكيل سطح الارض، اقول له لان المية
من خلال ما تقوم به من نحت للصخور ونقلها وارسابها في اماكن اخرى، بيؤدي دوت الى ظهور العداد من الاشكال التضاريسيه. زي ايه؟ قولوا زي السهول الفيضيه والدلتات الانهار. زي مين؟ الامطار لما بتسقط من اعلى بتنحت الصخور، بتاخدها وتنقلها وترسبها في مكان اخر، ودي اللي بتكون السهول الفيضيه حوالين مجاري الانهار والدلتات عند المصب. طيب الرياح، قال لي الرياح بتعتبر من عوامل تشكيل سطح الارض. ليه؟ اقول له لانها بتقوم هي كمان بسبب سرعتها الشديده في الحركه بنحت الصخور ونقلها وارسابها في مناطق اخرى، فبتكون العديد من الظاهرات التضاريسيه زي الكثبان الرمليه والمنخفضات الحوضيه. شايفين التشكيلات دي نتيجه وجود الرياح وارسابها للرمال اللي هي جايه بيها من اماكن اخرى. طب والجليد، ليه الجليد من عوامل تشكيل سطح الارض؟ لانه لما بيتراكم الجليد عام بعد عام بعد عام بتتكون منه مسطحات عظيمه من الجليد. طيب بتعمل ايه؟ بتكون البحيرات الجليديه والجبال الجليديه زي اللي موجوده في القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. دي بالنسبة لعوامل تشكيل سطح الأرض. أتمنى يكونوا فهمتوا الدرس إن شاء الله، ونتقابل إن شاء الله في درس جديد بإذن الله. أتمنى لكم